I'm going to kick this week. ما تردوش عندي الكيك كل نهار بالبلد الدراري. خاصك انت تجي الكيك مع هاد الناس. كيك هاد كيك الدراري ونحلف لكم بالله وغيت ما تصبحش الدراري نحلف لكم بالله حتى 5 ديال المليار. اليوم الهدف ديال هذا الفيديو هو نعرفوا علاش اغلب الستريمرز توجهوا لمنصه كيك. اول حاجه غادي نرجعوا للور باش نعرفوا تاريخ الستريمرز في المغرب. فراه الا رجعنا واحد 4 سنين ولا 5 سنين للور فراه ما كانش منتشر هذا الكونسيبت ديال اللايفات في الويب المغربي. بداو شي يوتيوبرز اللي مختصين الدومين ديال الجيمنج بحال حمريطه وحفيظ حميد دخلوا لهذا الدومين ويطلقوا لايفات. ملي كنهضر على لايفات ما كنقصدش نهائيا لايفات ديال تيك توك اللي ولينا كنشوفوهم مؤخرا، وإلا بغيتو نديروا عليهم فيديو ما تنساوش تقولوا لي في كومونتيرات. ولكن هنا كنهضروا على لايفات ديال الجيمنج اللي فيهم داكشي بعقلي. فبقاو غاديين في هذا الكونسيبت وبداو بزاف ديال اليوتيوبرز كينضموا ليهم وكيطلقوا لايفات في اليوتيوب. وعلاش يوتيوب؟ حيت يوتيوب في ديك الوقت هو اللي كان حاكمه، حتى داز الوقت والمشاكل الكبيره اللي كاينه في الالغوريثم ديال يوتيوب، حيت يوتيوب ما كيفرقش ما بين فيديو ولايف. فمثلا باش تفهموا فراه الا فيديو في القناه ديالك جاب عدد ديال المشاهدات وعندك واحد اللايف اللي فيه ساعه ولا اكثر حتى هو ضرب بزاف ديال المشاهدات، فراه يوتيوب غادي يبقى يعرض اللايف ديالك للمشاهد وغادي يتجاهل الفيديو، الحاجه اللي كتقتل الشين ديالك في مره. داكشي علاش بزاف ديال اليوتيوبرز كانوا كيديروا جوج ديال الشينات، الشين اللي مختص بالفيديوهات عاديين كيديروا الشين مختصه باللايفات. فشكون اللي غادي يستغل هاد المشاكل لصالحه؟ هو تويتش عطات حريه كبيره لصناع المحتوى باش يبداو يستريميو عنده. وداكشي اللي طرا ما دازش بزاف ديال الوقت حتى بداو بزاف ديال الستريمرز كيستريميو في تويتش بحال حمريطه صابير وبزاف ديال اليوتيوبرز سواء اجانب ولا عرب ولا حتى مغارب، مع ان ما كان حتى منافس لتويتش حمقات وبدات كتحس بجنون العظم. فمثلا بعض المره نسبه كبيره من الارباح كتعطيها للمثليين، وداروا قوانين ما غاديش تعرف تويتش فاش كانت كتفكر فاش حطت هاد القوانين، والارباح ولاو 50% 50%، يعني ستريمرز غياخذ 50% من الارباح والشركه غتاخذ 50% من الارباح، من بعد ما كانوا 30% لتويتش و70% للستريم. وزائد انه الا جاك شي اعلان خارجي ضروري ما يديو منه شويه، وزائد ولاو كيبغان يمشي واحد على اتفه الاسباب. الى عقلتوا على واحد اللقطه باناو الصابيره على واحد اللقطه دوزها في اللايف. ما عمري اجيت شي واحد في فيسبوك، ما عمري اجيت شي واحد في يوتيوب، ما عمرني جبت شي واحد في تويتش. وني باش بنادم ياجيك باش تمشي لك الشين ما طارجليش هادشي بالرجوله ما طارجليش وما مسامح لك لا دنيا لا اخره. ولد دابا قبل ما نستريمي الله يرزي على مونتي اللي عزيز عليك. وباناو حتى سويل 30 يوم. Is this a question a 27-year-old man would ask? يس ستريمر ما والو حق الرب والله اسوء ستريمر اكثر عليه فلوس ما كدير والو. حتى بحال هكذا اللايف ديالو كيتقطع السطات والكونت ديالو كيغبر. جالسين كنتفرجوا في سهيل فهمتي في ستريم كيطاكسيك على بنادم واحد القيصه بوم مشى الله يعاون تهلا تبان الدراري. تويتش في هاد الوقيته بحال اللي كتقول للمنافسين ديالها ديروا ما بجدكم، ما كاينش اللي غادي يحيد ليا بلاصه. ومن هنا خرجت كيك ولا استثمرات مزيان التخربيق اللي كدير فيه تويتش جات وجبت معاها واحد الاستراتيجيه اللي ما كانت دايرها حتى منصه، هي انك الا كنتي ستريمر غادي تبدا معاهم ما كتاخذش 50% 50%، بل كيك كتعطيك 95% وهي كتاخذ غير 5%، حيت هي ما عندهاش مثل ما كتكليبي ما كتصور، ساهل تطلق عندهم لايف. ولكن السؤال المطروح دابا هو كيك منين كتجيب هاد الفلوس كامل والاموال الطائله؟ والجواب هو القمر. تويتش في هاد العامين الاخيره خرجت بواحد القرار باللي انها غادي تباني اي لايف فيه القمر. شركه ستيك موضات حرب ضد تويتش حيت هي شركه ديال القمر. ستيك قالت لتويتش انت ما بغيتينيش نبان في اللايفات ديالك، انا غادي نكري واحد البلاتفورم اللي غادي نمحيك من الانترنت تماما. وداكشي اللي طرا ستيك غادي تكري البلاتفورم ديالها دخلوا فيها مبالغ اللي كبيره باش يقدروا يسينيو مع هاد الستريمر كبار. فعلا قدروا يرجعوا لايفات اللي كيروجوا للقمر، وراه ستيك قدروا يسينيو مع دريك من اشهر المغنيين باش يروجوا لهم القمر. ونزيدكم هي الراعي الرسمي ديال اليو اف سي والراعي الرسمي ديال واتفورد. فدابا اذا دخلتي الكيك غتلقى اراعي على نسبه ديال المشاهدات هي اللايفات ديال القمر. القضيه اللي خلات كيك تفوق بشكل كبير على تويتش هو البلان ديال الكونترا اللي كيجيك الفاست، ماشي بحال تويتش اللي كانت عندها ثقه ان الشخص اللي عندها ما عمره غادي يخرج من البلاتفورم ديالها وما كاين لا نسيني معاه
الكونترا ودوك المشاكل. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. هذه انستغرام ديالي، ما تنساوش معكم لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك.